السولية يسجل هدف عالمي مع سيراميكا كليوباترا اليوم ويساهم في فوز الفريق. إمام عاشور: الأشعة الأخيرة التي أجراها إمام أثبتت أن الإصابة والكسر تم علاجه بنسبة 70%، لكنه لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100%. يشارك بالمران الجماعي لكنه لا يشارك في التقسيمة وبعض التدريبات التي تحتاج لالتحام، والكسر لم يلتئم ويتعافى بشكل كامل، وسيكون خارج مواجهتي المحلة وبيراميدز ومعسكر المنتخب. محمد شكري يغيب لمدة 3 أسابيع بعد شد في الأمامية من الدرجة الثانية. وياسر إبراهيم يغيب لمدة شهر بعد شد في الخلفية من الدرجة الثانية. ياسين مرعي يغيب لمدة شهر بعد شد في الخلفية من الدرجة الثانية. ليصبح 3 مدافعين من النادي الأهلي إصابة في أول جولتين من بطولة الدوري. ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يضم سيحة لقائمة مواجهة نادي غزل المحله. ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يقرر أجازة مفتوحة لمحمد الشناوي لحين انتهاء العزاء. إلغاء التدريب المسائي أمس لتوجه جميع اللاعبين في الحامول كفر الشيخ لتقديم واجب العزاء للاعب بالفريق محمد الشناوي. الأهلي يرسل البطاقة الدولية الخاصة بوسام أبو علي إلى ناديه الأمريكي بعد تلقي تحويلا ماليا بقيمة الدفعة الأولى من قيمة الصفقة. الكابتن محمود الخطيب حضر تدريبات الأهلي الصباحية أمس للتحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز في مواجهة نادي غزل المحله. الأهلي راح من التدريبات اليوم ويستأنف استعداداته الجمعة لمواجهة نادي غزل المحله. احتل النادي الأهلي هذا العام المركز 67 عالميا ومتصدرا قائمة الأندية المصرية والأفريقية برصيد 1684 نقطة، وحل صن داونز الجنوب أفريقي ثانيا في قائمة الأندية الأفريقية، بينما جاء بيراميدز في المرتبة ال 94 عالميا والثالث افريقيا برصيد 1638 نقطة. مقترح في الاهلي يؤجل عودة امام عاشور للمشاركة في المباريات لما بعد مباراة بيراميدز بالدوري وتجهيزه لفترة ما بعد التوقف الدولي نظرا لقوة الالتحامات والصراعات في هذه المواجهة بالتحديد، والتي لا تناسب لاعب عائد من اصابة قوية في الكتف. تخيل ان الزمالك رفض التعاقد مع دغموم لاعب المصري مرتين، الاولى لضم احمد الجفالي والثانية لضم شيكو بنزا، وذلك رغم توقيع اللاعب لهم اكثر من مرة. برافو ميدو وبرافو جون ايدو. دغموم متألق حاليا مع المصري. وسام ابو علي يبدا مشواره مع كولومبوس كرو الامريكي بالكتب، ويؤكد للموقع الرسمي ان السبب الرئيسي وراء انضمامه للفريق هو رغبته في تحقيق الالقاب وليس تسجيل الاهداف وتحقيق الانجازات الفرديه، رغم تاكيد الشخص ذاته من ايام لجماهير الاهلي ان هدفه الانضمام لكولومبوس كرو الامريكي هو الانتقال لاوروبا بعد ذلك، وتاكيد الشخص ذاته لبعض المقربين في الاهلي ان العرض المالي كان من الصعب رفضه، وكذلك حصوله هو وعائلته على الاقامه في امريكا والجرين كارد. عاجل ورسميا المجلس الاعلى للاعلام يقرر منع مصطفى يونس من الظهور الاعلامي لمده 3 اشهر بناء على شكوى النادي الاهلي مع الزامه بحذف المحتوى المسيء على قناته عبر يوتيوب. غضب كبير يسيطر على الفلسطينيين المتابعين لكرة القدم بشكل جيد من وسام ابو علي بسبب تصريحاته الاخيرة التي قال فيها انه فخور بتمثيل منتخب فلسطين وتواجده في امريكا، لكنه ليس له علاقة بالسياسة وما يحدث ليس من شأنه. عمرو السولية يفوز بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله هدف صاروخي من تسديدة رائعة. عمرو السولية اللعب قدام الاهلي هيبقى احساس مختلف لما تلعب ضد فريقك القديم، ولو سجلت مش هينفع احتفل. جمهور الاهلي من اول ما دخلت النادي وهم في ظهري في كل الاوقات، وهم الداعم ليا ودايما موجودين في المواقف الصعبه. حسيت بده لما مشيت ولقيتهم بيتكلموا عني بشكل كويس ومقدرين اللي قدمته خلال 10 سنين جوه النادي الاهلي. حب الناس هو اللي طلعت بيه مع الانجازات. بشكرهم على الدعم المستمر وربنا يكرمهم في الفتره اللي جايه. احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي ينتقد المصورين في عزاء والد الكابتن محمد الشناوي. قناه الاهلي تعلن قيمه انتقال وسام ابو علي للفريق الامريكي وهي 7.5 مليون دولار، وبالاضافات تصل قيمه الصفقه الى 9 مليون دولار يتحصل عليهم النادي الاهلي. نتائج مباريات امس في الدوري المصري ومواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري.